السلام عليكم متتبعي القناة، نتمنى تكونوا بصحة وسلامة وبأحسن الظروف إن شاء الله. سمحوا لي على هذه الغبرة الطويلة، غير الظروف، وإن شاء الله نرجع نحط لكم فيديوهات في القناة بإذن الله. اليوم غنحضر معكم تيراميسو ساهل، ما كتحتاجوا لا ماسكاربون لا بيض، وكيجي زوين وخفيف. بسم الله. تحضير هاد التيراميسو، اول حاجه هنا غنحتاج الكيس ديال بودره شونتيي بنكهه الفاني، وغنضيف ليه 4 لتر من الحليب يكون بارد مزيان، وكنضربوه بالضرب الكهربائي. كنضربوه مزيان حتى كتطلع لينا الكريمه وكتماسك. بعد ما كتطلع الكريمه وكتولي بهذا الشكل هذا متماسكه، غادي نضيف علبه ديال الجبن، كيس سكر فانيلا، وعلبه ديال الجبن، جبن جبلي او لا اي نوع اخر من الجبن. بطبيعه الحال تا هو كيكون بارد، كنكونوا خرجناه من الثلاجه بارد. وكنعاودو هكذا كنضربو هكذا بالضرب الكهربائي حتى كتندمج لينا يندمج لينا الجبن مع الكريمه، مع لا كريم شونتيي. هاد التيراميسو هذا ساهل وكيجي زوين، وحتى المقادير بسيطه، يعني الا ما كانش متوفر عندكم الماسكاربون او اللي كاين اللي ما كيعجبوش البيض هكذا في التيراميسو، ممكن تحضروه هكذا كيجي زوين وكيعجب الوليدات بزاف. صافي هكذا بعد ما اندمجت ليا العناصر، هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد الكريمه راها متماسكه. كناخذ واحد المول هكذا، كتاخذوه هكا مربع او لا مستطيل على حسب الشكل اللي متوفر عندكم. وهنا عندي القهوه عصرتها وخليتها حتى بردات، ما كتضيفوش لها سكر، صافي غير قهوه عاديه كتعصر وتخليوها حتى تبرد اولا تغليوها وتصفيوها هكذا. وكناخذوا هاد لي بودواغ هادو، كنوضعوهم هكذا في القهوه. كيف ما شفتوا الجهه اللي فيها السكر كنخليوها في الاسفل، والجهه اللي كنوضعوها في القهوه هي اللي ما كيكونش فيها السكر. صافي وكنبقى هكذا كنوضعهم في القهوه وكنستفهم في المول. غنستمر بحال هكذا حتى كنكمل. و... وبالنسبه لهذوك الفراغات خاصكم تملؤهم كاملين، ما تخليوش هكذا فيه فراغات. صافي كتاخذوا الكريمه هكذا كتوزعوها، نصف الكميه ديال الكريمه وزعوها على المول هكا فوق هذاك لي بودواغ. صافي بعد ما كتوزعوها وتقادوها بهذا الشكل، كنعاود غنديروا طبقه اخرى من البسكوي بنفس الطريقه. كنرطبوه هكذا في القهوه وكنستفوه. هنا كنوريكم بانني احتاجيت بحال اربعه الاكياس من هاد لي بسكوي بهاد الشكل هذا. احتاجيت منه 4 في هاد المول هذا. صافي الفراغات اللي كيبقاو لكم راكم كتاخذوه هكذا كتهرسوه وترطبوا الطريفات هكذا في القهوه وكتعمروهم كتملؤوهم بحال هاد الشكل هذا كيف ما درت. وكنوزعوا الكريمه اللي تبقى لينا من الكريمه كنوزعوها هكذا على الوجه ديالو.
صافي كنستمروا هكذا حتى كنوزعوا الكريمه كامله وكنقادوا ليها الوجه ديالها هكا بواحد لا سباتول. بهذا الشكل هذا، وغنغطيوه بالبلاستيك الغذائي وكندخلوه الثلاجه هكا، كنخليه واحد 4 سوايع 5 سوايع حتى يتماسك ويبرد مزيان. صافي هنا بعد مرور 4 أو 5 ساعات خرجناه من الثلاجه. غادي ناخذ الكاكاو، بودره الكاكاو، انا هنا استعملت الكاكاو المر. صافي وكتغبروا به الوجه ديال التيراميسو كامل. صافي بعد ما هكذا كتغبروا الوجه ديال التيراميسو، انا خديت هاد التزيين، خديت هاد لي بونبون هادو لان كيعجبوا الوليدات، وانتم يعني لكم الاختيار، ممكن تكتفيوا غير بالكاكاو ما تضيفوا حتى شي اضافه اخرى. صافي خديت انا هاد لي بونبون وزينت بهم هكذا. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه ان شاء الله وتعجبكم. صافي وكان هذا هو الشكل النهائي ديال التيراميسو. كنتمنى يعجبكم. ما تنساونيش من الدعم ديالكم والاشتراك في القناه، وما تنساوش الضغط على زر اعجاب، وخليت لكم الراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.